أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أسرار الفريلانسنج مع ماندو. الحلقة الحقيقة المرة دي مميزة جدا، يعني عشان كده دي أول حلقة نسجلها يمكن بالفيديو. لأن معانا المرة دي ضيف مميز جدا، وهنتكلم في موضوع يمكن أول مرة إن احنا هنتكلم عنه بالتفصيل. قالك يا ترى كام مرة كفريلانسر سألت نفسك هعمل إيه لما أكبر ومفيش معاش؟ أو إزاي أطلع من دايرة إني ببيع وقتي مقابل فلوس؟ ضيفنا النهاردة مش جاي يكلمك إزاي تجيب عملاء، هو جاي يقولك ازاي تخلي الفلوس اللي انت بتعملها تشتغل عندك. ضيفنا النهاردة هو مهندس سابق بخبرة أكتر من 30 سنة في شركات عالمية، لكنه قرر يغير مساره ويأسس Legacy Wealth Builder Academy. ضيفنا النهاردة هو الخبير المالي فادي حبيب، اللي بيعلم المحترفين ازاي يقدروا يعملوا دخل شهري ثابت من خلال الاستثمار في الأسهم والأوبشنز بطريقة آمنة ومدروسة، وبعيد عن المغامرة وحرق الأعصاب. النهاردة هنعرف منه أسرار تأمين مستقبلنا المالي كفريلانسر. فادي، نورتني النهاردة في البودكاست. اهلا بيك ممدوح، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. أنا يعني سعيد جدا إن إحنا عندنا الفرصة دي إن إحنا نتكلم، ويعني I'm confident إنه الناس هتلاقي فايدة كبيرة قوي من اللي إحنا هنتكلم فيه، ومن الحاجات اللي أنت هتكلمنا عنها النهاردة. انا مبسوط بالفرصه ان انا اتكلم. الموضوع is very يعني قريب على قلبي. بحب ان انا اتكلم واساعد الناس في الموضوع ده، لانه الكل محتاج الموضوع ده، ومفيش مدرسة ولا جامعة بتعلم. يعني انا في ناس بعلمهم بيبقوا ناس طالعة فاينانس من الجامعة، يعني هو مفروض دارس الحاجات دي اكتر مني Yeah. بس هو درسها بطريقة يعني theoretical, very theoretical، يعني نظرية جدا. لكن انا بالظبط. بعلمه ازاي يعمل بيها فلوس. حاجة مهمة جدا، لأن موضوع الفلوس ده حاجة مهمة جدا في الحياة، ومحدش بيعلمها صح. يعني ما مش محدش ده بيعلمها، محدش بيعلمها أصلا يعني. عاش بعلمها أصلا، محدش يا بيعلمها معاك. أصلا. معاك حق طبعا، أنا متفق معاك جدا. طيب، خليني ابتدي اسالك، باشمهندس فادي، انت مهندس، وكنت شغال في مناصب كبيره في شركات كبيره زي بلاك بيري وسان لايف. يا ترى ايه اللي يخلي مهندس ناجح زيك يسيب الكارير ويروح لمجال الاستثمار او التدريب المالي؟ أنا عايز أقول لك، أنا أول شغلانة ليا كان في شركة اسمها شلومبرجي دي أويل فيلد، وكان مم. مرتبي 10 أضعاف المهندس العادي. واو. مش عشان أنا كويس، يعني هو عشان حظي إنهم اختاروني. ف ف ف آه، بس من وأنا صغير جدا اكتشفت إنه ال 9 to 5، او انك تشتغل شغلانه، مش هي دي الطريق بتاع. يعني دي حاجة عشان تدفع بيها مصاريف الشهرية بتاعتك، لكن مش هي دي اللي هتخليك غني. وانا موضوع الويلث ده دايما من زمان كان بفكر فيه، وعايز افهم ازاي ابقى ويلثي. فزمان خالص، اول ما جيت كندا، قريت كتاب اسمه يعني كنت تعبان مش تعبان، بس يعني كنت شغال جدا. انا دايما بدي 100% من مجهودي وقلبي في الشغل. فكنت بشتغل من 9 to 5، ومفيش شغلانه بتسيبك at 5. يعني دايما الشغل بيروح معاك البيت يعني فاكر لما طبعا. دخلت بلاك بيري ادوني سيل فون بلاك بيري، كنت فرحان جدا. اكتشفت بقى ان بعد ما ادوني البلاك بيري ده، معناها ان انا محتاج ارد على الايميلات 24 ساعه، وبقيت بعمل ميتنج الساعه 3 الصبح. عشان المهم، يا. قريت كتاب اسمه كاش فلو كوادرانت. ده كتاب ذا ماست ريد لكل الناس، بتاع واحد اسمه روبرت كيوساكي. روبرت ده قال لك ايه؟ قال لك ان في 4 طرق تعمل فلوس. اول واحده، اول كوادرانت او اول مربع، هم 4 مربعات. اول مربع هو المربع بتاع الامبلوي، الشخص اللي شغال. الشخص اللي شغال ده، وفهمك في كتاب ان ده اوحش كاتيجوري فيهم. ليه؟ انه واحد، انت بتعمل فلوس قليله. نمرة اتنين، انت بتاخد منك ضرائب عادة في كندا قبل ما بتاخد الفلوس اصلا. تمام. يا. تلاتة، كل مجهودك، يعني دلوقتي لو هم باعوا، آه، لو انت بتعمل تلفزيونات، لو اوكي. باعوا تلفزيون او 10، انت مرتبك ثابت. يعني هم اللي بيعملوا البروفيت، انت مش بتعمل حاجة. فاهم صحيح. قصدي؟ فده يا. الامبلوي. في حاجة اسمها سيلف امبلويد، يعني او واحد دكتور في عيادته، او واحد نجار في الورشة بتاعته. ده عنده شوية حرية اكتر، لكن برضو مم. بيقايد وقته بالفلوس. يعني لو بالفلوس، يوم ما تمام. راحش الشغل مش هياخد فلوس. الجزء اللي على اليمين بقى هو ده اللي احنا عايزين نبقى فيه. بيزنس اونر، يعني واحد مثلا عنده 50 ماكدونالدز.
او واحد عنده 10 تيم هورتنز او 10 ورش، مش عارف إيه. الشخص ده لو ما راحش الشغل الصبح الفلوس دي جايه ليه؟ لانه عنده مديرين وعنده امبلويز، هو بيستخدم وقت الناس التانية انه يبقى غني. وقت مين؟ تمام. الامبلويز اللي هو احنا. يا. فاهم؟ اخر حاجه هي الانفستور، وده اللي انا قلت لازم اتعلمه. الانفستور ده بيستخدم الفلوس بتاعت ناس تانية والوقت بتاع ناس تانية. يعني انت لما تشتري ستوك في ابل، انت شغال مم. في ابل مش شغال في ابل. انا عندي لا، اصحابي مش في شغال ابل، في. انا عندي اصحابي شغالين في ابل بيشتغلوا 14 15 ساعه كل يوم، لكن انا بكسب من وقتهم هم اللي شغالين. فانا قلت لازم ابقى انفستور. الانفستور ده بيبقى يا ريل استيت يا ستوكس، كله تمام. الاثنين كويسين، انا في الاثنين. فابتديت بالريل استيت، ومن 15 سنه عملت يعني، عملت طبعا غلطات بس كسبت كويس. من 15 سنه كنت مقتنع تماما ان اي حد بيستثمر في البورصه، انا هنا بتكلم عن البورصه الامريكيه، مم. ما بعملش المصري خالص او اي حته تانيه. أم، اي حد بيستثمر في البورصه ده شخص مش مسؤول، لانه كان كل الناس حواليا بتخسر فلوس في البورصه وانا مش فاهم ليه. فانا قلت ده يا. اكيد كازينو، يعني جامبلينج. ف مم. المهم يعني، فكنت ببعد عنها خالص لان ما عنديش وقت اخسر. أم، تمام. لكن في واحد جه قال لي تعال نروح الكورس ده، كورس اوبشنز. فانا رحت مينلي عشان اثبت ان انا صح وان الشخص اللي هيتكلم ده ما بيفهمش. لكن رحت وابتديت اكتشف انه لما احنا بنتكلم على الستوك ماركت اكننا بنتكلم على انك تتعلم السواقه مثلا يعني. اوكي. في ناس بتسوق عربيه سيدان، في ناس بتسوق عربيه فان، في ناس بتسوق تريلا طويله، في ناس بتسوق تريلا وراها حاجه، في ناس بتسوق قطر، في ناس مم. بتسوق موتوسيكل، وفي ناس بتسوق موتوسيكل وماشيه على حبل في السيرك. في السيرك بيعملوا اوكي. كده. يس، ده حقيقي صح. فالريسك ليفل، المخاطره في كل دول مختلفه. انك تسوق عربيه غير خالص لما تسوق عربيه سباق بسرعه طبعا. عاليه. لما يا. تسوق عربيه فان غير خالص لما تسوق موتوسيكل، غير لما تسوق موتوسيكل غير خالص لما تسوق موتوسيكل على آه على حبل وانت عمال تنطط كور. فالريسك مختلف. طبعا. يا. اللي احنا بنسمعه بيخسر ده الشخص اللي مش فاهم حاجه، او الشخص، اوكي. ومعظم الناس مش فاهمه، مش لانها غلطانه بس ما حدش علمها. ده يا. الشخص اللي توجهه مور اوف جامبلينج. في حاجه اسمها داي يا. تريدنج اللي هي المضاربه اليوميه. يا. حاجه اسمها سكالبينج انك تخش وتطلع في خلال ثواني. انا بكره الطرق دي خالص، لان الطرق دي بتخلي الناس تخسر فلوس بسرعه، ومعظم الناس بتخسر فلوس. انا بتكلم مع ناس كتيره. يا. فبعد ما خدت الكورس ده وبعد ما خدت كورسات كتيره قوي وكنت كويس جدا، فخلوني كوتش الناس بتاعهم. um, I developed my own way مم. based على الناس الريسبونسبل زي وارن بافيت، بيتر لينش. في طرق ان انت تبقى يعني، دي مش جامبلينج، ده بيزنس. انت بتشتري بيزنس. فانت لما تشتري بيزنس، لو انت بتشتري بيت عشان تأجره، انت بتسأل الاول الرنت قد ايه، الاكسبنسز قد ايه، الايجار كام، والمصاريف كام، وهل هي بتعمل كاش فلو ولا لا، في الاخر هيطلع لي فلوس منها ولا لا. تمام. حتى الناس اللي بتنفست في الريل استيت فور سام ريزن، لما يعني سبب ما بعد ما يجوا الستوك ماركت الموضوع كله بيقلب كازينو، مش فاهم ليه. اللي هو كل يا. اللي بيعمله ان بيسأل واحد صاحبه اشتري ايه، او يستنى لما يشوف لو في سعر سهم طلع يشتري ده. كده. طبعا الكلام ده يا. غلط خالص. انا يا. بالنسبه لي بتشتري بيزنس، والبيزنس هدفه الاساسي انها تعمل فلوس. فانت لو بتشتري بيزنس من غير ما تبص على الانكم ستيتمنت، انا مش عارفها بالعربي، انكم ستيتمنت وبالانس شيت، لازم تبقى عارف ان البيزنس ده بيعمل فلوس. يعني لازم تبقى تمام. عارف ان ميتا او فيسبوك بيعمل فلوس كتير قوي، ابل بتعمل فلوس بالعبيط. 100 اكيد. 100 بليون دولار بروفيت في السنه. لازم تبقى عارف ان بلاك بيري بيخسر فلوس. فانت لو عندك مم. ابل بتكسب وعندك بلاك بيري بيخسر، ليه تحط فلوسك في بلاك بيري؟ يعني عاجبك بلاك بيري روح اشتري بلاك بيري، لكن لا ما تستثمر. تستثمرش فيه. يا. يا. اللي يا. عايز يا. اقوله انها اتس ا سكيل يو كان ليرن، ولازم تفهم البيهيفير بتاع الستوك ماركت. الستوك ماركت البيهيفير بتاعه مدروس. كل 5 يونتس اوف تايم، كل 5 وحدات وقت، 4 منهم بيزيد وواحدة اوكي. بيقل. ده الافريج. تمام. فانت مش كل مرة الستوك ماركت يقل تفتكر ان الدنيا يعني ارمجدن، تفتكر ان بس يعني الدنيا خلصت. خلاص، اه الدنيا خلصت. يا. هو يا. البيهيفير بتاعه كده ما بيطلعش ان ستريت لاين.
تمام. أربعة أب وواحدة داون. فلما واحدة يعني ده. هو بيبريث يعني إحنا كلنا محتاجين أكسجين، بس أنت لو في يس. مخك إن لازم ننهيل، بس لازم يعني ما فيش زفير، هو بس يعني انهيليشن استنشاق او بس. أو كل شهيق بس. تستنشق، واول ما تشوف حد بيعمل زفير الحق ده في مشكله، محتاجين نروح للدكتور. ده مش طبيعي. فانت محتاج تفهم يا. الريل ماركت بيهيفير، انه ما بيطلعش ان مم. ستريت لاين. اوكي. انه انا ممكن احكي شويه على الماركت ميث او الحاجات، يعني حاجات تعليميه عن يعني الماركت. ممكن نكون دي هنجيلها قدام شوية. اوكي، اسف. آم، يا لا لا اتس اوكي. طيب، يعني حابب اسالك، كتير بنسمع عن مفهوم financial freedom او حريه ماليه. هل دي حاجه حقيقيه ولا ده وهم بيتباع للناس كده وما هوش حاجه حقيقيه؟ الفاينانشال فريدم، الناس عاده بتتكلم على الفاينانشال فريدم مينلي عشان هو في بتاع 12 نوع فريدم. اوكي. اكتر نوعين بحبهم انا هو التايم فريدم واللوكيشن فريدم. تايم فريدم انا انه انا مش محتاج اروح ل 9 to 5. يعني مم. انا يومي مشغول جدا جدا جدا، انا ما عنديش 9 to 5، بس يومي مشغول جدا لان انا بعمل حاجات انا عايز يعني احبها. يعني مثلا ايلون ماسك ده محتاج يروح الشغل لا كل يوم؟ طبعا. أنا مش محتاج. اكيد. فاهم؟ وارن بافيت، كل الناس يعني هو Yeah. الموضوع مش بس عشان فلوس، لان عاده الفلوس دي بتعني حاجه تانية. بتعني ان انا مم. محتاج، يعني انا مقدر جدا ان انا اقدر اعمل اللي انا بعمله ده من اي مكان في الدنيا. يعني ممكن اروح مصر اقعد شهرين، الكوتشنج سيشنز بتاعتي شغاله، التريدينج بتاعي شغال، الريل استيت شغال. انا حتى اخر 6 سنين لما كنت بدرس في شويه جامعات هنا، كنت باخد كل حاجه اونلاين عشان اقدر اعملها في مصر. صحيح المحاضرات كانت بتبقى الساعه 2 الصبح، بس انا واو. مبسوط. ف يس. يعني اول حاجه الناس محتاجه تفهم انها مش انت يعني شغال في شغلانه وفجاه يبقى عندك فاينانشال فريدم. لا، ده انا خدت مني 30 سنه. يعني الموضوع سلو، لان انت اوكي. وقت ما انت شغال محتاج تبتدي الانفستمنت اللي انا بقول عليها دي، لانها بياخد وقت قبل ما طبعا. يكبر. يا. فلا، اتس ريل. انا I can't say I'm totally there، بس انا عندي 100% تايم فريدم و100% لوكيشن فريدم. يعني والبيزنس حتى انا فور مي، اي واحد عايز يعني serious about wealth لازم بيبقى في الثلاث حاجات دول. وبيتبنوا بشويش، ولازم تبقى واحده واحده، ما ينفعش الثلاثه مع بعض: ريل مهم. استيت، اوكي. ستوكس، واونينج بزنس. فانا يعني I started with real estate، قعدت بتاع 15 سنه ريل استيت بس. هبقى كده مهم. ابتديت من 15 سنه الستوكس، تمام. فوكست عليها. ودلوقتي عندي ماي اون بزنس. ناس كده مهم. بتسالني: وانت ما دام بتاع فلوس في الحاجات التانيه، انت محتاج تدرس ليه؟ انا مش محتاج محتاج ادرس، ادرس. بس يا. انا بعمل اللي بقوله، انه لازم ابقى في الثلاثه. فانا مهم. اخترت بزنس انا بحبه جدا. يعني الحقيقه الوقت بيعدي من غير ما بحس، يعني وذر بصراحه، وذر خدت فلوس ما خدتش فلوس، بحب اعمل اللي انا بعمله ده، ان انا اعلم الناس. بس طبعا مهم. اتس and it will it's يعني it will make money. بس بس الثلاثه دول. ف الفاينانشال فريدم از something that can be done. انا اعرف ناس مهم. كتيره وصلوا ليها. بس فاينانشال اوكي. فريدم مش معناها ان انت قاعد في البيت او قاعد على البيتش طول النهار. يا. الناس اللي وصلوا طبعا. فاينانشال فريدم مشغولين جدا باللي هم عايزين يشتغلوا فيه. الفكره بتاعت بالظبط كده. الفريدم موضوع انك تبقى مختار اللي انت بتعمله، مش اختار مرغوم بتعمل. عليه. يس. وده يعني ده بيكونكت حلو قوي مع فكره الفريلانسنج، لانه يمكن اكبر ميزه للفريلانسنج وحاجه من الحاجات اللي خلتني انا شخصيا يعني مهتم بيها، ان انا اقدر اشتغل شغلي من اي مكان. يعني امم انا جيت فتره من فترات حياتي كنت بتنقل من مصر لكندا، واتنقلت من كندا اكتر من مكان. لو انت ثابت في شغلانه بتحتاج كل مره تقدم استقالتك وتدور على شغلانه جديده، لكن انا كان شغلي بالعملاء بتاعي كل حاجه على اللابتوب. بروح مصر بشتغل، جيت كندا بشتغل، رحت مقاطعه تانية بشتغل، ونفس الشغل وكل حاجه مكمله. موضوع فدي طبعا. الاونلاين ده، موضوع اللوكيشن فريدم والتايم فريدم يا. از من ضمن الحاجات اللي انا بحبها برضو كمان، ان انا ممكن اشتغل في اي وقت. انا بحب اشتغل بالليل مثلا، فاهم بالظبط. قصدي؟ اوكي. ف ده الفريدم، إن مش يعني الناس ساعات فاهمه غلط ان الفريدم ده معناها ان انت مش محتاج تشتغل. يعني مش محتاج تشتغل وانا خالص. فعلا مش محتاج اشتغل، بس ما حد مم. يعني الناس فاهمه ان انت لو قعدت على بيتش ممكن تقعد على بيتش، تقعد ما تعملش حاجه هتزهق. فاهم قصدي؟ انت لازم طبعا يكون، ده اكيد. يعني يا. لازم يكون يعني عندك حاجه بتحب تعملها. مش لازم تكون بتعمل فلوس، ممكن تبقى تشاريتي ورك او something، بس محدش بيبقى ما بيعملش حاجه خالص يعني. بالظبط بالظبط، متفق معاك جدا. طب هل دي حاجة ينفع الواحد يطبقها
على اي مستوى من مستويات الدخل، ولا دي حاجة خاصة بالناس اللي معاها فلوس كتير بس؟ ما الناس دي معاها ازاي كان معاها فلوس كتيره؟ انها ابتدت تنفست وهي صغيره، يعني فاهم قصدي؟ فانت يا بتبتدي صغير عشان امم تكبر. ما حدش يس. يعني فاهم فهي يعني الفكره انه وفي يعني لا مش محتاج، يعني مش عايز اقول مش محتاجه فلوس كتيره، لكن طبعا لو الكابيتال بتاعك اكبر، العائد هيبقى نفس البرسنت أعلى. اكبر. يعني لو let's يا say let's say it's 10% per year، يعني اللي انا يا بعمله ده بيجيب 24%. بس لو هي 24%، لو معاك 10000 جنيه أو let's say 10000 دولار، اوكي. هتعمل $2400 في السنه. لو هي 100000 هتعمل 24000. فاهم قصدي؟ تمام. فتوصل ازاي من ده لده؟ انك تبتدي امم يا وتكمل. في حاجه اسمها كومباوند انترست بتساعد قوي في الموضوع ده. الكومباوند انترست ده او الفايده المركبه ده حاجه جميله جدا. ب... في رول اسمها 72. بتشوف انت العائد بتاعك كام، let's say 10% per year. لو قسمت 72 على 10 بتديك كام سنه محتاجها عشان تدبل يور ماني. فلو 10% ار واي هتاخد تمام. 7 سنين. لو اوكي. 12% ار واي تبقى 6. لو 24 3. فانا اللي انا بعمله اوكي. بيدبل الماني كل 3 سنين. فانت ابتدي ودبل يور ماني كل 3 سنين ولا 4 ولا 5 ولا 10، مش فارقه. بس this يا is how you have a compound interest. امم والصغير بيبقى كبير. بس هي ملهاش حل غير كده، لانه لو انت كده فضلت يس. في الشغلانه اللي هي 9 ل 5 بس، يعني I can guarantee انك يعني مش ممكن توصل يعني فاهم. يا انا يعني ليه بسألك السؤال ده؟ لان في ناس فكرها ان الاستثمار ده موضوع بعيد عني، لان انا معيش فلوس كتير قوي متحوشه على جنب، فبالتالي لما يبقى معايا هبتدي. لكن اللي انا فاهمه من كلامك، لا، تقدر تبتدي النهارده باي مبلغ معاك، باي سم اوف ماني معاك، ومع الوقت تقدر تكبر وتزود، لكن المبادئ هي قصدي يعني. لازم تبتدي. ما انا يا مش عايز اقول الجمله ان انت مش محتاج فلوس، لانه هي محتاجه طبعا. سنه. بس انت طبعا. لازم تبتدي، ولازم يبقى عندك الديسيبلين او الترتيب، انك تحط شويه فلوس على جنب عشان ده. يعني يا الناس هنا بيحبوا يعملوا الموضوع ده قوي، انه جزء من المرتب بتاعه وات ايفر ايه الرقم مم. بيتاخد من المرتب اوتوماتيكلي من البنك، يتحط في الانفستمنت اكاونت. فاهم قصدي؟ يعني ناس كتيره بتعمل تمام. الموضوع ده، يس. انه مش الفلوس تجي لك وبعد كده انت بقى تاخد شويه تحطها. هي بتتاخد اوريدي، تحطها في الانفستمنت اكاونت عشان تبقى اوتوميتد شويه، عشان مع يا الوقت. ف ف بس هي يعني هي محتاجه شويه، يعني محتاجه انتنشن، محتاجه ان انت تبقى فاهم ان ده مهم لمستقبلك ده بكره. مهم ليك فتحط بالظبط. شويه النهارده. تمام. تمام. طب هل نقدر نقول ان لو واحد بيشتغل شغلانه كبيره وبيعمل فلوس كتير قوي، هل هو مش محتاج يمشي في السكه دي؟ يعني هل ممكن يبقى انت شغلانتك مرتبك كبير قوي ومعاك دايما كاش فلو كتير، فبالتالي خلاص مش محتاج ان انا اعمل كده لان انا معايا فلوس؟ اي واحد فاينانشال سافي، اي واحد لو بصيت يا على الناس اللي معاها فلوس كتيره هتلاقيه انه لازم يكون حاطط فلوسه في الثلاث حاجات اللي انا قلتهم دول. حتى لو هو مهم. employee. يعني انا ناس كتير كنت بكلمهم في بيز في الشغل عندي، الراجل يا عنده 5000 حاجه تانية بره. هو فاهم كويس قوي. خلي بالك مم. الشغلانه دي اي حد ممكن يترق يعني. الشغلانه دي مش ثابته، تتفاهم كده يس، كويس. مش ثابته، صحيح. يا يعني اعرف ناس فانوا حياتهم في الشغلانه، وناس كبار، مهم. لكن الشغل ملوش كبير. اي حد ممكن يعني البيزنس يتقفل او انه جت ليد اوف. ولو صحيح. الشخص ده العكس بقى، الشخص ده لو ما عندوش انفستمنت ببقى شايف ان هو بيعاني، لانه هو كل الاكس بتاعته في الباسكت بتاعت الشغل تتاخد دي يس. منه، بيبقى روحه اتاخدت. ف في ستادي كده اتعملت على اللو انكم فيرسس ميديوم انكم والهاي انكم في امريكا. يا معظم الناس في كندا مثلا، هتلاقي ان معظم الفلوس بتاعتها او النت وورث او يعني معظم الفلوس محطوطه في مم. البيت بتاعهم. انه لو شاري اوكي. بيت ده، الهاي انكم بيبل 80% من فلوسهم في الثلاث حاجات اللي قلتهم دول: ريل استيت، ستوكس، وبزنس ايكوتي. هو الثلاثه بيزنس. دول. اوكي. فاهم قصدي؟ مم. ف يا ف يعني لو انت راجل قنوع
وشغلانتك مكفياك وكل حاجة، افهم انه مفيش حاجة غلط في ده. بس يا انت لما تترفد من شغلانتك، واي حد بيترفد دلوقتي، انا ما شفتش حد ما حصلوش لي اوف. طبعا. محتاج يس. تفكر في اليوم ده. انت لو ما عندكش يا انفستمنتس هتعمل ايه يعني؟ ما بالظبط. ومع التغيرات اللي بتحصل دلوقتي في الاي اي، ما بقيش في اي شغلانه بالظبط، ده يعني كمان ثابته او جاي. مضمونه بالظبط او اي حاجه. بالظبط يا وحتى لو يا ثابته او مضمونه، انت مش at some point of time هتطلع ريتايرمنت، صح؟ يس بالظبط، ده هتعمل ايه اكيد. ساعتها؟ يعني ده هنا اكيد. في كندا او اي حته في مصر، انت شغلتك ان انت تبلان اليوم ده، لان مين يس هيشيلك؟ يعني الحكومه مش هتشيل حد، ولا هنا ولا هناك ولا في حته. فانت صحيح. محتاج محتاج تحسب لليوم ده. يعني انا مش صحيح. بتكلم ان انت عايز، يعني طبعا انا مثلا كنت هدفي ان انا اخلص من 9 to 5 كويكلي واعمل اللي انا عايزه بسرعه. حتى لو مهم. انت مش عايز ده، ما انت سن 65 هتتعب بقى، هتبطل، فاهم؟ طبعا. فانت محتاج طبعا. تبلان لده. هتعمل ايه لما ده يجي؟ محتاج يكون عندك شويه فلوس تقدر تجيب فلوس انها عشان تعيش. ده اكيد. ده اكيد معاك حق. طيب، يا ترى ايه اكتر اخطاء انت بتشوف ان الشباب بيعملوها، يعني فيما يخص الفلوس، بالذات الشباب وهو لسه بيبتدي جديد؟ أم، واحد انه بيبقى مش فاهم انه مش هيفضل شباب على طول. بالظبط كده. فانت شغلتك انك، يعني يا انا عارف، يعني انا عارف الناس مش ساعات ما بتحبش تبقى مسؤوله، بس مش فارق معايا انت تحب تبقى مسؤول ولا تبقى مش مسؤول. يا انت في وقت ما في وقت ما انا مش بتكلم ان انت هتعيا وتقف، بس انت محتاج تفكر في ده برضه. بس في وقت ما حتى لو انت سليم هتعجز وهتريتاير، هتروح معاش. يا انت محتاج تفكر في اليوم ده. اليوم ده جاي على فكرة، يعني هو مش جاي لشوية اليوم ده جاي. انت تمام. بقى لو انت شخص جامد وعايز تعمل ويلث، انا بالنسبة لي لو انت تقدر تعمل فلوس وما بتعملش، ده جريمة، ماي اوبينيون. لان مين اللي بيساعد اللي حواليه؟ انت لو معكش فلوس مش هتعرف تساعد اللي حواليك. صحيح. يعني يا انا بالفلوس اللي معايا، ساعات لما بحب اسلف حد بقدر اسلف حد، فاهم قصدي؟ يا لو حد اساعد حد بساعد حد. صحيح. واوقات كتيره قوي لما انا احتجت مساعده، مين اللي قدر يساعدني اللي حواليا؟ اصحابي اللي معاهم فلوس، فاهم قصدي؟ معاهم فلوس. يس. يا فالفلوس انت تقدر يعني ت... تعمل بيها حاجات كويسه جدا كتيره، وطبعا حاجات وحشه لو انت عايز، بس يعني تقدر تعمل بيها حاجات كتيره. يا فاول غلطه انه بيعيش يومه بيومه، مش عايز يفكر لبكره. تمام. اتنين، دي غلطة غصبا عنه، بس هو عشان مفيش تعليم، انه فاهم ان هو محتاج يدي كل وقته للشغل اللي هو 9 to 5. يا This is one avenue كلنا لازم نبتدي بيها، لان مفيش طريقة تانية. يعني يعني مثلا ابويا ما كانش عنده بيزنسز انا ورثتها، انت فاهم قصدي؟ I had to start from scratch. يا فاتنين، انه فاهم ان شغله او 9 ل 5 وده اهم حاجة، لا. ثلاثة، انه فاهم ان هو علشان ما اتعلمش ازاي انفست، دي مش مشكلته. فاهم مم. قصدي؟ ده مشكلتك. يا يعني فاهم، يا you have to take، لازم تاخد مسؤولية انه، يعني ملهاش دعوة بان باباك ما علمكش، ملهاش دعوة ان انت ما اتحطيتش في يعني انت دلوقتي ما دام عارف ان انت دي حاجة محتاجة تتعلمها، يبقى تنط تتصرف تتعلم، فاهم تجرب قصدي؟ تتعلم. يس. اه، ده في حقيقي. يوتيوب يا موجود، في كورسات، في منتورشيب، في 5000 حاجه ممكن تعملها، بس دي حاجه يا مهمه ان انت تركز فيها. ويعني ايه تركز؟ تركز معناها ان يعني اوقات كتير قوي ما كنتش بخرج مع اصحابي عشان اقعد اعمل الموضوع ده، فاهم قصدي؟ اوقات كتير يا قوي كنت الناس كلها في حفله وانا مش قادر لأني مركز في حاجه معينه. اوقات كتير مم. الناس بتتفرج على التلفزيون وانا بتكلم مع تننت على التليفون عشان في مشكله، فاهم قصدي؟ فانت يا يعني يعني انت هتدفع ثمن الطريق ده. صحيح. بس لو يا انت مصمم وفاهم ان ده هيفيدك في الاخر، مم. يعني الار او اي بتاعه ممتاز. انه يعني انت بتبقى مالك حياتك، مالك وقتك، مالك انت عايز تعمل ايه، مالك تشتغل في دي ولا في دي، مالك انك تروح معاش ولا لا. الحاجات دي كلها مهمة ان انت، يعني غير لو انت بقى مبسوط انك تبقى امبلوي ومش عايز حاجه من الحياه وهي كده كويس قوي يعني بس يعني انا بشوف ان الاشخاص دي بتدفع ثمن الموضوع ده برضه، يعني فاهم قصدي؟ طبعا. ده مهم. طبعا انا متفق معاك.
طيب خليني اسالك، انا كفريلانسر، لو انا بشتغل فريلانسر بس غالبا دخلي مش ثابت، هل برضو امم اقدر استثمر لو انا ما عنديش دخل ثابت؟ هتبقى اصعب. بص، مم. الحياه مليانه مشاكل، فاهم قصدي؟ يا يعني ما ولو انت عايز تعمل الموضوع ده you'll figure a way. لما يجي فلوس هتحط اكتر، انت فاهم قصدي يعني ايه؟ يس يا الفكره ان هو ما فيش فورمولا، الفكره ان كل ما تحط اكتر كل ما يكون كويس. يا لكن كل واحد بيبتدي بمشاكل مختلفه. يعني في فيلم اسمه The Pursuit of Happiness، الراجل كان هوملس. يا يا فاكر الفيلم ده ويل بتاع ويل سميث، يا سميث؟ طبعا. اه. يا الراجل كان طبعا. هوملس، كان بياخد ابنه ويعيش في، كان بيعيش في الحمام بالليل، كان بيخش يا ف يعني لو انت مركز، لو انت عايز تعمل حاجه تعملها، انت فاهم قصدي يعني. يس يا انا المشاكل اللي تترمي في طريقك مش هي اللي توقفك. اللي هيوقفك تمام. انت عايز، انت جعان للموضوع ده قد ايه، عايز ولا مش عايز. لكن المشاكل كلنا عندنا مشاكل، مفيش حد ما عندوش مشاكل. ما في عندوش مشاكل مشكله. فلوس، مشاكل صحه، مشاكل وقت، مشاكل اسريه، مشاكل يعني مشاكل عيال، مشاكل ناس كبار، انت فاهم يعني، فاهم قصدي. مفيش مم. حد يعني لو انت مستني ان عشان تروح في حته ان كل الترافيك لايتس، كل بيسموها ايه بالعربي اشاره بتاع ده، مرور. يا اشارات المرور تبقى خضراء، يا انت تبقى مش هتروح خضر. في حته، انت فاهم قصدي. يا صحيح. فانت يا هتمشي وشايف الاحمر وشايف الاصفر وهتعدي يعني تصرف، يعني فاهم قصدي، تصرف صحيح، يعني. معك حق. والحياه عمرها ما تبقى من غير مشاكل، يعني فاهم يعني نوع من الماتيوريتي او النضج انك تبقى فاهم ان يبقى في مشاكل. بس لو انت عايز حاجه هتفضل وراها. باي ذا يا واي، في statistics شفتها كده، قد ايه لو انت ذكي ده بيزود نسبك في النجاح قد ايه، انك تبقى ويلثي، انك تبقى معاك فلوس. 5%، كلام فاضي. 4%. يا 4%. فانت مش محتاج مش يا بجد، دي معلومة غريبة أوي بالنسبة لي. فالموضوع مش محتاج ذكاء. مهم. اصل انت لو ذكي ومش مركز، لو انت ذكي ومش في مخك، لو انت ذكي يا ومش عايز تستثمر، لو انت ذكي وكسلان. يس، فهي كسلان بالظبط. الموضوع mainly is about حاجة اسمها جريت. يعني انت دي برضو statistics تانية شفتها بيبصوا على العيال الصغيرة ويشوفوا مين فيهم اللي هينجح. again، مش مهم. الاي كيو، مش الذكاء، مش اوكي. الفلوس. مهم. قد ايه انت عندك حاجة اسمها جريت. جريت دي الخاصية بتاعت ان انت مركز عايز تعمل حاجة، والمشاكل اللي قدامك لا تثنيك. يعني تروح حاجه تروح مدياك بالقلم موقعك على البتاع، تقوم تقف تاني انت فاهم قصدي. دي بيسموها يس الجريد، يعني. اللي هو قد اوكي. ايه هو هيحل مساله الحساب مهما يعني، مهما قعد، مهما كانت صعبه، هتخلص في مهم. ساعه، هتخلص في نص ساعه، هتخلص في ساعتين. هو قاعد مش هيحلها. مستقتل. فانت قد ايه يا عايز الموضوع ده. ف يعني خبر كويس لينا كلنا، مش محتاجه ذكاء يا شباب. الحمد لله. هي محتاجه جريت. يا طيب، لو حد دلوقتي بيسمع الكلام ده وعاجبه الكلام وعايز ان هو يبتدي يستثمر، بس في نفس الوقت هو عليه ديون، عليه قروض، عليه كريدت كارد، عليه حاجات زي كده، هل المفروض الواحد يبتدي الاول يعني بالاستثمار على طول، ولا المفروض ان هو يبتدي يسدد الديون والحاجات اللي عليه الاول؟ ده سؤال كويس جدا جدا جدا. مفيش إجابة واضحة صريحة. مم. يعني لو هو سالف فلوس ب 3% والانفستمنت هتديله 20%، يبقى ينفست ويدفع، فاهم قصدي؟ لكن تمام. لو هو سالف بكريدت كارد ب 30%، لا، مم. روح ادفع كريدت كارد. ادفع كريدت كارد الاول. يعني انا مثلا اشتريت رينتال بروبرتيز، يعني انفستمنت بروبرتيز، وكنت انا باجر، اوكي. فاهم قصدي. مم. فمفيش فورمولا يعني صريحة. depends على كل كيس، depends مم. على انت بتعمل ايه. أم، تمام. طيب يعني برضو انت اتكلمت عن اوجه الاستثمار المختلفة. يمكن احنا كمصريين او كعرب عموما اتربينا على ان الاستثمار يا اما العقار يا اما الذهب مثلا. أم، تفتكر ليه البورصة عمرها ما كانت في بالنا، او ليه الناس ما كانتش من اولوياتها ابدا ان هي بتتكلم على الاستثمار في البورصة او الستوك ماركت؟ أم، اظن عشان انا كنت كده من 15 سنة، عشان في ناس كتيرة بتخسر.
يا اتنين، ناس مش فاهمة انها ممكن تستثمر في البورصة الأمريكية. انت ممكن تستثمر من أي حتة في العالم في البورصة الأمريكية. حتى لو انت عايش في مصر يعني. ناس كتيرة من اللي انا اوكي. علمت كانوا في مصر. فانت امم. ممكن تستثمر في البورصة الأمريكية. يا مشكلة كمان انه مفيش تعليم. فانت يعني انت هتعمل ايه انت؟ يعني الناس كلها يعني فاهم قصدي، اخرته ان واحد صاحبه قال له انا اشتريت دي كويسه. فاهم قصدي؟ هو مش عارف يا يعمل ايه يعني. فاهم قصدي؟ ودي يا ده نوع من الذكاء. انت لو مش عارف حاجه ما تخشش فيها. انت فاهم قصدي يعني؟ فاهم قصدي؟ طبعا. محتاج تتعلم يعني. يا فهي عمرها يعني اظن، انا كنت كده. انا لما كنت مش بس نيوترال، انا كنت مقتنع تماما انها حاجه في وحشه الموضوع. مش فيها. يا يعني مم. انا يعني في موقف ما انساهوش من سنين كتير قوي، كنت يمكن ما اسمعش عن البورصه خالص، وجه حد بيتكلم بعدين بيقول ده انا ابني خد فلوس المعاش بتاعتي كلها ودخل بيها البورصه وخسر الفلوس كلها. والراجل كان حاسس ساعتها بحسره شديده جدا انه ضاعت عليه فلوس المعاش بتاعته، وانه يعني كان مصدوم صدمه فظيعه. ويمكن الموقف ده خلاني برضو انا من ساعتها انه البورصه دي حاجه بعيده جدا، ما يعني عمري ما افكر ان انا اقرب منها لحد بعد اه كده ما بديت ان انا. افتكر كلامك صح. ما انا قلت اول يا حاجه هو الناس بتخسر فلوس بس. يا افتكر اول حاجه ان هو البورصه دي مش حاجه واحده. البورصه دي يس. 5000 مليون حاجه. يعني اكن واحد مهم. بيقول لك في الشغل الناس بتاخد مرتبات وحشه. لا، الحقيقه الجمله غلط. الشغل ده فيه 5000 صحيح. حاجه، فيه 5000 شغلانه، فيه 5000 طريقه شغل، في يا المهندس والدكتور والعامل وده بياخد فلوس اكتر من ده يعني. فالبورصه دي 5000 مليون حاجه. في الناس يا الفيري ريسبونسبل زي وارن بافيت يا اللي بيشتري حاجه وبقى بليونير وبيستنى 30 سنه. وفي ناس مم. السكالبرز اللي هم اللي بيرمي بولز او ماشي على حبل بعجله تحتيه. انت فاهم قصدي؟ كل يس. ده الريسك بتاع الحاجات اللي انت بتعملها مختلف. انت يا بتعمل ايه؟ بتستخدم يعني اكن واحد بيقول لك انه السكينه وحشه بتعور الناس. ما انت لو مش فاهم ازاي يعني لو انت عمال تستخدم سكينه وعمال تعور يا حبيبي، انت مش عارف تستخدم السكينه. فاهم مش عارف قصدي؟ تستخدم. يس. مش يا الغلط من السكينه، مش من الغلط من البورصه. انت مهم. بتستخدم البورصه. في ناس بتاخد البورصه وبتعمل فلوس لا حسرة لها. بس لازم يبقى مهم. فاهم. خلي بالك ان في ناس مش فاهمه وبتعمل فلوس. بس اوكي. الاكتر الناس اللي مش فاهمه هتخسر فلوس. هتخسر فانت فلوس، ده حقيقي. فانت لو انت مش ناوي تتعلم ما تخش بورصه، هتخسر فلوس. انت محتاج تابروتش ات ان انت مهم. بتنفست، انت بتستثمر اكنك بتشتري بيت. لو بتستثمر في بيت مش هتشتري اي بيت. مش هتشتري بيت عشان واحد صاحبك قال لك اشتريه. طبعا. هتسأل يا هنا اجره بكام يعني هو بيزنس. فاهم قصدي؟ اتس بيزنس. ف آه، تقدر تعمل فلوس منه. مم. لازم بطريقه ريسبونسبل، طريقه ريسبونسبل يعني يا مسؤولة. مسؤوله. لازم تبقى يا مسؤولة. مسؤول. يا لازم يا ما تحسش في اي وقت ان انت بتجامبل. يعني مهم. انت ما يعني مش مفروض يبقى في اي نوع من انواع الادرينالين انه ايه ده بقى الفلوس هتطلع. ايه ده خالص. يا الموضوع مش كده يا مش يا يا مش جيت ريتش كويك سكيم خالص. تمام. محتاج تبقى مسؤول وتبقى عارف انت بتعمل ايه وعارف انك تشتري بيزنسز مش لوتري تيكتس. مش لوتري تيكت بالظبط. طيب يعني برضو يمكن الفكرة الشائعة بالنسبة لنا ان ان انا استثمار في البورصة يعني انا بشتري سهم مثلا ب 100 بعد شوية بقى ب 150. بس دي معناها ان انا دايما فلوسي يعني محبوسة او موجودة جوه الستوك ماركت. هل اقدر ان انا استثمر بحيث يجي لي انكم باستمرار، او زي دخل شهري او دخل سنوي من الاستثمار دوت؟ انا بستخدم الاوبشنز مم. عشان تعمل مش دخل، تعمل كاش فلو او تعمل انكم جنريشن. اوكي. بس هي مش مرتب. يعني هي مش هيجي لك كل شهر. انا يا بقول للناس هيجي لها حوالي يعني 24% في السنه او 2% بير مانث. مم. ده الافريج اللي انا شايفه. بس مم. 2% بير مانث دي مش 2% مرتب. يا يعني 2% ساعات هتبقى 3، ساعات هتبقى 1. الافريج كده على اللونج تيرم بتبقى 2%. ف اوكي. لكن انت لو عايز حاجه يعني تدفع كل كوارتر ولا كل شهر، في حاجه اسمها الديفيدند. بس اجين الرقم قليل قوي. لازم الكابيتال يبقى عالي قوي عشان يعني في ناس كتيره ده مم. الاستراتيجي بتاعتها انها تقعد تزود في كابيتال، تزود في كابيتال وتشتري حاجه اسمها ديفيدند paying ستوكس. تمام. ولما الكابيتال بتاعه يبقى كبير قوي كفايه، الديفيدند ستوكس دي بتعيشه.
في الريتايرمنت، بس اوكي. بيقعد 20 30 سنه يعمل كده. يبني فيها يعني. فانا بستخدم الاوبشنز عشان الانكم بورشن بتاعتها. اوكي. خليني يعني اتكلم برضو بلسان واحد فريلانسر دلوقتي. انا فريلانسر شغال في مصر او عايش في مصر، وبقدر اعمل شغل اونلاين، فبالتالي بيجي لي دخل بالدولار. ازاي اقدر استفيد من الفلوس اللي انا باخدها بالدولار دي باحسن شكل ممكن لو انا في الظروف دي؟ انفست. مش عارف اقول لك إيه. يعني يا. بيجي لك فلوس بدولار حلو قوي. ممكن امم. تفتح اكونت على بروكرج تمام. وتتعلم واستثمر. يعني موضوع بسيط يعني. واقدر استثمر بالفلوس دي في البورصة الامريكية زي ما انت قلت، مش كده؟ اه تمام. مش حاجه صعبه يعني. على فكره مش بس مم. مصر، اي حد في العالم، العالم كله. عشان كده البورصه الامريكيه قويه جدا، لان العالم كله يا. بيستثمر فيها. صحيح، يعني طبعا هي طبعا اعلى حاجة. ده معاك. طيب هي خليني اقول، لو دلوقتي حد بيسمعنا وعايز ياخد خطوات جدية بعد ما سمع الحلقة دي، ان هو يبتدي، يقدر يعمل ايه؟ في 3 ليفلز. مم. في اول حاجه اليوتيوب مليان، مليان يعني انفورميشن تمام. فري. فري ده اول ليفل. انك تروح يا. تشوف. مشكله اليوتيوب انه في 5000 استراتيجي، 5000 واحد بيتكلم، ففي نويز كتير قوي. تمام. تاني ليفل في كورسات. الكورسات دي بتبقى فيديوهات بس بتعلم. مم. حلاوه الكورسات دي انها بتبقى فوكست، يعني بيقول لك ركز على دي وسيبك من دي. فاهم قصدي؟ تمام. مشكله الكورسات ان مفيش فيدباك. يعني كأنك تاخد كورس عن ركوب الخيل. اوكي. فانت يعني هتتعلم حاجات كتير، بس ما فيش فيدباك وانت بتركب الخيل او انت بتعلم حد العوم. بيقول لك فاهم بتعمل قصدي؟ ايه صح وايه غلط فمفيش يعني. فيدباك. في تالت يا. ليفل حاجه اسمها كوتشنج. اوكي. كوتشنج ده بقى بتبقى قاعد مع واحد مم. يقول لك بقى التريد دي صح والتريد دي مش غلط. خلاص. ففي 3 ليفلز. مم. طبعا كل ليفل اغلى من اللي تحتيه. فاهم قصدي؟ الفري تمام. طبعا في الكورسات، وفي حاجات غاليه جدا وفي حاجات رخيصه جدا. بس this is the road kind of. لازم تبتدي تمام. somewhere من الفري. انا ساعات كتيره بعمل حاجه اسمها ماستر كلاس، بتبقى 3 او 4 hours of training مم. useful. آم، يعني information على my website legacywealthbuilderacademy.com، او follow me على فيسبوك او لينكدين فادي حبيب. بس هي ستارت باي education. الفكره بقى تاخد الاديوكيشن ازاي. كل الناس بتبتدي يوتيوب زيي، وبعد مم. كده you go as things progress يعني. تمام. وطبعا احنا هنحط لينك للويب سايت والسوشيال ميديا في الديسكريبشن بتاع الحلقة، بحيث الناس تقدر ان هي يعني تشوفها، وتقدر ان هي تدخل تشوف الكونتنت، وتتواصل معاك طبعا لو حد ان هو مهتم يعرف اكتر. جميل. طيب يعني اخر سؤال حابب اسألك، ايه الحاجة اللي انت كنت تتمنى انك وانت بتبتدي طريقك كشاب انك تعرفها عن الفلوس وما كنتش تعرفها وتحب توصلها للشباب دلوقتي؟ ايه الحاجه اللي ما كنتش اعرفها؟ يس، وانت بتبتدي يعني المشكله اني ما كنتش عارف حاجه. انت يعني انا بحاول افتكر ايه اللي كنت عارفه وانا ما كنتش عارف حاجه. اوكي. ده حقيقي. مع الفكره ان هو لو انا باباك، معاك، ده حقيقي فعلا. لو باباك مش في البورصه ومش في ريل استيت ومش بيزنس اونر، ما انت بقى ما انت ميح. فاهم قصدي؟ يس، ده حقيقي. فاهم قصدي؟ انا كان في حاجه واحده بس عارفها، ان انا عايز افهم الموضوع ده، عايز اعمل الموضوع ده. لكن لا. الحقيقه اجابتك ما لهاش اجابه عندي لاني ما كنتش عارف حاجه. لا. انا يعني انا اعتقد ان السنين الاولى الواحد كان كل اللي يعرفه عن الفلوس هي الحساب. بتدفع 100 جنيه، بتاخد باقي 30، تعرف ان انت اشتريت ب 70 يعني. هي دي الفلوس بالنسبة لنا، انه الجمع والطرح يعني. لكن ازاي بنستعملها، ازاي بنكبرها، ازاي بنحطها فين، بنعمل ايه بيها، دي حاجات فعلا الواحد عمره ما بس اتعلمها في التعليم الاساسي يعني. and it's a skill مهم. وتقدر تتعلمها. يعني it's a skill بتشوف زي ان اي في، حاجه. يعني هل بتشوف ان في مصادر كافية الناس تقدر تتعلم ده بالعربي، ولا كله بالانجلش؟ ما اعرفش.
الإجابة ما أعرفش. اعتقد العربي لسه قليل قوي في المجال ده. يعني انا يمكن، ممكن يعني اه. كل اللي انا شفته شخص او شخصين او قناة او قناتين على اليوتيوب اللي بيتكلموا كلام يعني قيم وتقدر تتعلم منه بالعربي. الاغلبية كانت بالانجلش على حسب ما انا شفت أشك في يعني. الموضوع ده. أنا متأكد إن في 5000 واحد بيتكلم. يعني أنا يعني مبسوط إن عامل البودكاست ده بالعربي. أنا عندي كل البودكاست طبعا بالإنجلش، طبعا فاهم؟ ده اكيد. يا آه، لكن أنا متأكد إن في ناس كتيرة كويسة يعني الفكرة إيه؟ أنت لو عايز الموضوع ده هتدور، فاهم قصدي؟ يعني أنا هتدور عليه صحيح. ما عنديش سيمباثي كتيرة للمشاكل اللي هتقابل يعني فاهم قصدي؟ يعني يا انا عارف ان هتقابلك مشاكل زي ما طبعا. يعني فاهم قصدي. هتقابلك يا مشاكل كتيره، فاهم قصدي. فهو خلاص احنا عارفين يعني ما فيش حاجه جديده. يعني أنا زي ما بالظبط في الماركت انا مش ببقى هتجنن ان الماركت يزيد. انا عارف انه مهم. هيقل اوقات، فاهم قصدي. فخلاص بقى ما يا إيه، مش بجري ورا الموضوع ده. فانا مش بجري يا ورا انه مش هيبقى فيه مشاكل. انا متاكد ان هيبقى فيه مشاكل، وذر لغه ولا فلوس ولا اللي عايز هيحل هيتصرف، فاهم قصدي. اللي هيتصرف. عايز يس هيلاقي طريق، فاهم. يس ده حقيقي، متفق معاك. طيب هل في سؤال كنت متوقع ان احنا يعني نتكلم فيه وما اتكلمناش فيه؟ هل في حاجة حابب ان انت تقولها او تضيفها عن اللي احنا اتكلمنا فيه النهاردة؟ الحقيقة لا، بس أنا عندي مسج. أنا عايز عندي اتفضل. مسج، لأن أنا في الأول خالص كنت بشتغل ومش عارف إذا كنت هوصل ولا لا. يعني is it doable؟ يعني السؤال بتاع الفاينانشال فريدم اللي أنت سألته ده، يا it is doable. ودي مم. حاجة مهمة إنك تعملها. تمام. أه هكلمك بصراحة كمان، إحنا عندنا في الثقافة بتاعتنا إن اللي يعمل فلوس ده شخص مش محترم، يعني شخص حرامي، شخص يعني بيعمل يعني في حاجة بيعمل حاجة غلط. غلط يعني. اه يس يعني هو شخص يس. شرير بالطبيعة. انت ما اوكي. يعني احنا ناس محترمة ومعناش فلوس يعني، مش فاهم. كالتشر غريبة جدا. وفيها صبغة دينية كمان، يعني ان هو ايه، مسيحي ولا مسلم، يعني لا انا عايز الاخرة. مش في يا عم يا انك انا مقتنع تماما. انت لو ما لو تقدر تعمل فلوس وما تعملش فلوس، انت بتعمل حاجه غلط. ده جريمه يعني. إن انت فلوسك دي هتساعد بيها اللي حواليك وعيالك وقرايبك وبتاع، انت يعني. ف يعني اللي عايز اقوله انه عمل فلوس ما فيهوش اي حاجه غلط. زي بالظبط انك تستخدم السكينه ما فيهاش اي حاجه غلط. اه في ناس بتتعور من السكينه، اتعلم ازاي تستخدم السكينه صح. في ناس بتخسر يا فلوس، اتعلم ازاي تستخدم الفلوس صح. الفلوس دي اداه ممتازه، من غيرها الحياه هتبقى صعبه جدا وبيها الحياه هتبقى مريحه. الفلوس مش هتشتري كل حاجة، بس هتخلي حياتك أسهل كتير يعني. هتخلي حياتك أسهل اكيد. كتير وهتخليها meaningful يعني. يعني يعني لو معاك again لو بصيت هتلاقي لا يعني الناس اللي معاها فلوس هتقدر تساعد أكتر، باختصار ده شديد يعني، فاهم حقيقي. قصدي؟ ده حقيقي يعني متفق معاك جدا ويعني ميرسي على الرسالة الجميلة دي. طيب لو حد حابب ان هو يتواصل معاك، ايه احسن طريقة انت بتشوف ان الناس تقدر توصل لك بيها، تسألك على أظن حاجة، تعرف عن أظن كورسات، عن اي حاجة؟ أظن فيسبوك أسهل حاجة. again اوكي. يوتيوب. هي الاسم هو Legacy Wealth Builder Academy، او تمام. اسمي فادي حبيب. فانا موجود على يوتيوب. فيسبوك ممكن تبقى اسهل حاجه يخش على الجروب. آه ولينكدين از ويل، والويب سايت والويب legacy سايت. builder academy دوت كوم. تمام. تمام. يعني انا سعيد جدا بالحوار بتاعنا النهارده. ميرسي جدا على وقتك، وميرسي على كل المعلومات القيمة اللي انت شاركتنا بيها. اتمنى الحلقة تبقى مفيدة والناس تبقى فعلا استفادت واستمتعت بيها. واشوفكم في حلقة جديدة من اسرار الفريلانسنج مع ماندو. شكرا لكم.